يا ترى اني الاحسن ان اربي ولادي ان هم يخافوا من العقاب، ولا اربيهم ان هم يخافوا من زعل ربنا عشان بيحبوه؟ انا منى، اخصائيه تربيه خاصه، وهساعدك عشان تبقي عرفتي تربي. انا مش محتاجه اجابه، عارفه ان انتوا هتختاروا ان هم يخافوا من ربنا عشان يحبوه، بس للاسف كلنا او معظمنا بيربوا الاولى ان هو يخاف من العقاب، والدليل ربنا هيزعل منك، هتخش النار، انت زعلت ربنا خالص، ربنا شايفك. كل اللي تعودنا عليه للاسف دخلنا ربنا في حته ترهيب، تعذيب، تخويف. اكيد لما يكبر وتيجي تقولوا له صلي مش هيصلي، اعمل كذا مش هيعمل، لان مفيش حب. لما يحب هيعمل عشان ما يزعلوش مني، مش عشان انا خايف. في فيديوهات الضرب قلنا كتر الضرب بيعمل حاجتين، ماشي؟ قلنا حاجه منهم ان هو هيخلي الطفل اضربيني عادي، هعمل اللي انا عايزه واتضرب. فكتر تكرار العقاب والخوف والنار والزعل ما اعمل اللي انا عايزه. فلما يدخل الحب هنا ستوب، هحترمه وهعمل اللي هو عايزه عشان بحبه. دافع الحب هنا المسيطر، وكل ما يبقى فيه دافع حب يبقى انت خلاص كل حاجه تيجي صح، وهيعملوها براحه من غير ضغط عشان بيحبوا. خايفين على زعل ربنا، مش خايفين من عقابه. فلما تيجي تقولي حاجه لاولادك عشان خاطر ربنا هيجروا يعملوها عشان بيحبوا. فبلاش تربوا ولادكم على اسلوب التخويف والتعذيب والترهيب في صوره ربنا. طيب ابنك الصغير جه سالك هو ربنا فين؟ هو عنده ايدين ورجلين زينا؟ هو بياكل زينا؟ صوره الاخلاص هي الحل، وتفصصيها واحده واحده.